اي حزب بيقول ان هو حزب ويخش انتخابات في مجلس الشعب وما يتحصلش على ولا كرسي في البرلمان القادم، ده يبقى مش حزب. الحاجه اللي انا عايز اقولها لكم يعني، وهي دي وصيه، ان احنا اهم من الانتخابات واهم من ان احنا هنكسب كام كرسي، ان احنا نكون كوننا حزب يدخل التاريخ ان جه بعد ثوره 25 يناير. الحزب ده نبع من ثوره 25 يناير وتاكد في ثوره 30 يونيو، لان اللي توقعناه حصل. ان احنا اهم من ان احنا نكسب الانتخابات دي ان احنا نكون عملنا حزب حقيقي على الارض. وعشان كده برجو من كل واحد من المرشحين النهارده، ارجوكم وانا مسؤول عن هذا، اذا نجحت فخير وبركه هتمثلنا في البرلمان، اما اذا ما نجحتش اوعى تسيب الحزب ده. احنا متمسكين بيك، احنا عايزينك تكمل في الدائره اللي عملتها فيها والدوره الجايه تقدم فيها وتخدم الحزب ده، بعيد عن ان انا عشان مش ما نجحتش يبقى انا قفلت الموضوع. واحنا كمان مش معناه ان انت ما نجحتش ان احنا هنتخلى عنك. اللي هيخسر الانتخابات دي ارجوكوا اعتبر ان انت خدت معركه بشرف، تفضل معانا تكمل معانا، تعملوا حزب كده التاريخ يجي يقول ايه إن في سنه كذا قام حزب اسمه المصريين احرار وحرر مصر من الفقر بمجهودكم ان شاء الله، وربنا يوفقكم كلكم.